السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة نكمل سلسلة تفريزات رمضان. فالنهاردة هنعمل مخلل اللفت والفلفل. اللفت زي ما انتم شايفين كده، انا لسه جايباه ما غسلتوش ولا عملت فيه حاجة. اللفت بنقي المقاس الصغير كده، ما بجيبش اللفت الكبير عشان بيبقى شايخ من جوه. انا هغسل اللفت وهغسل الفلفل وهنضفه وهوريه لكم. نشوف اللفت بقى كده بعد ما غسلناه. انا هشيل الراس دي كده تمام، وبعدين هشيل الحتت الوحشه اللي من تحت دي، مش هقشره قوي، انا بس بشيل الحته الغامقه والشعر اللي طالع منه ده، والحته الاخيره دي برده كده. بس هخلص كل الكميه بقى كده. اللفت اهو غسلته وقطعت منه الحتت اللي هي اللي قلنا عليها هنا والحتت الوحشه اللي هنا، فكده كله اتنضف اهو. ماشي، انا هبتدي بقى دلوقتي اقطعه كده قدامكم، نقطع مع بعض كده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزاه رفيع قوي برضه، عشان الرفيع قوي بيتهرى بسرعه، فهنعمله حجمه كده وسط. بصي كده الدايره تمام. انا بالسكينه المشرشره بتخليه شكله حلو شويه. لو انت حابه تعمليه بسكينه عاديه مفيش مشكله. احنا هنقطع الصبع تقريبا كده، مش زي البطاطس المحمره رفيع قوي، لا انا عايزاه متوسط كده علشان ما يتهراش مني. تمام. لو حته ناشفه قوي منك كده تبقى شايخه بلاشها. هو ما بياخدش وقت في العمايل خالص، بس هي مشكله في تنظيفه، هو اللي بيطول شويه لو في طينه من عند الراجل ولا حاجه، فبضطر ان انا انضفه كذا مره علشان اتاكد ان هو نضف خالص. وانا شغاله لو حته زي ما بقول لك ناشفه كده ما تستخدميهاش، لان هو ممكن تبقى في حته شايخه من جواه مش باينه معاكي وانت بتنضفيه من بره، لكن اللي شغال معايا وحلو خلاص. تمام. انا هقطع الكميه اللي معايا كلها وهوريها لكم. بصوا انا اللفت كده قطعته اهو بالمنظر ده تمام، وحطيته في مصفتين كده علشان اعمله. بس عايزه اوريكم حاجه الاول، انا دي عشان سبتها عشان اوريها لكم. بصوا دي عامله ازاي من جوه، شبه السفنجه كده، انا بدوس عليها زي السفنجه. لما اجي اقطعها مش عايزه تتقطع بالسكينه، هدخل الاقيها عامله كده. بصوا من جوه طريه جدا زي السفنجه، فلما الاقي حاجه زي كده من الاول ارميها. ماشي. انا هحط على الكميه دي كده على قد مثلا الحبه اللي في المصفى دي معلقه كده كبيره ملح، معلقه كده كبيره، هنا كانت ناقصه شويه. تمام. هقلبه كويس، هقلبه كويس كده، وهحط المصفى دي على حاجه وهركنه شويه على بال ما الفتره اللي هركنه فيها هبدا اجهز مخلل الفلفل. ماشي. هركنه بقى واجيب الفلفل وهوريه. بصوا احنا كده نكمل الفلفل. احنا نضفنا الفلفل اهو، وده اللي هو الصغير شويه انا سايباها اعمله سليم زي ما هو كده، والفلفل الكبير انا مقطعاه شرايح مايله كده، مش عارفه كده باينه بقى ولا ايه اهي. ماشي. فهبدا اعمل الفلفل الصغير ده كده الاول. انا عندي هنا جزر مبشور، وهنا ده كرفس ولورا وتوم. التوم الفص الكبير انا قسماه نصين، وشرايح كده ليمون. تمام. انا هبدا في الاول في البرطمان اهو. اول حاجه هحطها كده في البرطمان هحط جزر في القعر تحت وافرده كويس ان انا كده حاطه ارضيه للفلفل بتاعي. ماشي. وبعدين هبتدي احط بقى الفلفل كده. ماشي. اما اوصل لنص الفلفل، اما اوصل كده للنص هروح واخده حبه من الثوم كده ومنطوراهم كده في الوسط، وبرده كام ورقه لورا، يعني 3 4 ورقات لورا كده. ماشي. كام عود كرفس، كل دول هيبقوا في النص بتاع البرطمان. وبعدين هغطيهم شويه بالفلفل كمان. قبل ما اوصل كده لنهايه البرطمان هاخد شرايح الليمون اللي انا مقطعاها دي، هبدا ارصها كده والف معايا البرطمان كده. ماشي.
لغايه ما اخلص الدايره كلها. وبعدين ابتدي اكمل بقى بقيه الفلفل تاني. انا هحاول بس اوقف الدايره بحيث تبقى واقفه. اضغط عليه كده لتحت. هو كده كده لما هيبتدي يدبل شويه هيبدا كميته تقل. خلاص هاخد حبه بقى من الجزر تاني على الوش. عارفين المخلل لما بيعمل ريم كده على الوش؟ ده بقى الجزر بيمنع الريم ده، او لو جه ريم عليه هو اللي هيحجزه. تمام. هبتدي بقى اعمل المحلول الملح بتاعي. انا كده كده عندي ميه اهي. الميه دي انا غليها كويس في الكاتل، وبعد ما غليت سبتها لما بردت خالص. الميه دي 9 كوبايات بالكوبايه العاديه المج الصغير. خلاص انا هبدا احط عليهم 9 معالق ملح، يعني كل كوبايه بحط لها معلقه ملح، معلقه كده مش مليانه قوي. ماشي. 2 3 4 5 6 7 كده 9. تمام. هدوب الميه دي كويس، وعلشان الفلفل او اي مخلل يفضل مقرمش لغايه اخر لحظه ما يطرش مني، هحط معلقه بالمعلقه الصغيره مليانه على المقدار ده كله سكر. ماشي. السكر مش هيغير الطعم ولا هتحسي بحاجه، بس هيخليه مقرمش لغايه الاخر ما يطرش مني. هحط مقدار كده من الخل على الكميه دي، كده حوالي نص كوبايه خل. لو انا مش مستعجله على الفلفل وعايزاه يتاكل على مهله قوي يبقى انا مش هحط خل خالص. كده حط الملح بتاعي بيبقى مظبوط، يعني اللتر الميه ال5 كوبايات بحط عليهم 5 معالق ملح. هبدا بالراحه بقى انزل الميه كده على البرطمان وارجه شويه عشان تنزل تحت. هفضل احط لغايه ما اتاكد ان البرطمان كده خلاص اتملى، مش محتاج ميه مني تاني. طول ما هو عاوز انا بفضل اكمل في الميه اللي انا حطاها. هو طبعا بيشرب اول ما احط الحبه بينزلوا على طول. الاحسن ان تبقى الميه زي ما قلت لكم مغليه في الكاتل وبارده، لان بتبقى كده متعقمه وبتاخد فتره، لان الحاجات دي بتتركن، فعشان ما تجرالهاش حاجه وما يبوظش منك بسرعه. كده خلاص مقدار الميه بتاعي كويس، مش هيحتاج تاني. هضغط بس عليه شويه كمان كده. احط رشه جزر تاني عشان اكبس بيها الوش كويس. تمام. وبعدين هحط حبه زيت على الوش عشان يحافظ لي عليه شويه. وبعدين هجيب ستريتش او كيس بقى او اي حاجه. انا مش عارفه اعمل بالجوانتي هكمله وهوريه لكم. انا خلصت الفلفل الاولاني اللي هو الحته المتقطع ده. الفلفل بقى السليم برضو زي ما عملنا في التاني. هبدا احط الجزر تحت وافرده كويس، وبعدين بعد كده هبتدي احط عليه الفلفل بقى. انا منقيه الفلفل ده صغير عشان كده عاملاه هو سليم لوحده، حابه شكله هو صغير كده. برضو زي ما عملنا في الفلفل التاني. انا كده حطيت تقريبا نص الفلفل اهو. هبدا احط في النص زي ما عملنا في التاني الثوم واللورة.
ماشي. بقيه التوم كله، انا التوم علشان ما احطش الفص سليم بحطه حتت متقطع شرايح كبيره كده او نصين علشان بس يدي الريحه والطعم. وهبدا احط بقيه الكرفس وبقيه اللورة، وبعدين اكمل عليهم فلفل تاني. انا عندي كام قرن فلفل احمر كده فهحطهم معاه كده، هوقفهم بالطول. هو مهم يبقى طعمه حلو، بس كمان مهم يبقى شكل البرطمان كويس يعني. انا بوقف الفلفل ده كده. تمام. اوسع له مكان بس. ماشي. وبرده شرايح الليمون زي ما عملت في التاني هبدا اوقفها كده ما بين الفلفل بقى في الفراغات دي كده، انزلها اهو. كده خلصت الكميه بتاعتي. هبدا اكمل بقى فلفل تاني برده من الصغير ده كده. خلاص دول هعملهم بقى في برطمان تاني. انا كده خلصت الكميه. هبدا احط برده زي ما عملنا في التاني الجزر بيحافظ لي عليه جدا من على الوش. يعني انا كده كده لما بيبوظ لما بيخلص برمي الجزر لو باظ او لو لونه غير، بس بحيث ابقى حافظت على الفلفل بتاعي ان هو ما يبوظش يعني. هغطيه كويس. وبرده زي ما عملنا في التاني الميه هي برده انا حاطه على كل لتر 5 معالق ملح كبار، وحاطه على الكميه كلها دي معلقه سكر، وحاطه حوالي نص فنجان خل. وبرده هبتدي احط الميه واهزه كده انزلها تحت. السكر ما بيغيرش طعمه خالص، السكر بيساعدني لغايه اخر حته اكلها في البرطمان يفضل طعمه بيقرمش كده وما يطروش. كده انا كملته بالميه كله لغايه الاخر اهو، وكملت حبه جزر كمان على الوش زي ما عملنا في التاني. هبدا برده احط له حبه زيت كده، اغطي السطح كويس. وبعدين برده هحط له حته ستريتش. الاسترتش دوت عشان بس ايه احافظ عليه اكتر. لو ما عنديش استرتش بحط حته كيس نايلون اي حاجه، المهم ابقى كاتمه الورق بتاعه كويس. لو ما فيش ممكن احط فويل اي حاجه بس كده وهغطيه كويس. ده البرطمان الاولاني اللي عملناه مع بعض. ده البرطمان الاولاني اهو اللي هو فيه الفلفل المتقطع، وده البرطمان التاني اللي فيه الفلفل السليم. خلاص نشوف بقى اللفت اللي احنا عملناه اخباره ايه. كده اللفت اللي احنا حاطينه في المصفى اهو، بصوا هو كده بدأ ينزل ميته. ماشي. الميه دي اللي بتخليه اللفت بعد كده يطرى، فانا نزلتها كلها بالملح اللي احنا حاطينه. تمام. انا مش عاوزه بقى الميه دي خلاص. هاخد اللفت كده برده، هنا في ميه تاني. انا هاخد اللفت ده واللفت ده كده ومش عايزه الميه دي. هبدأ بقى اعمل كده في البرطمان. انا كده حاطه له هنا كنت ملح، مش هغسله بقى من الملح بتاعه خلاص، لا هنحطه في البرطمان زي ما هو بملحه كده. احنا طبعا حاطين له الملح، فهبدا اقلل الملح في الميه اللي انا هستخدمها. يعني بدل ما انا كنت بحط معلقه كبيره على الكوبايه، لا هحط هنا معلقه صغيره او نص معلقه كبيره. تمام كده انا عبيت اللفت بتاعي اهو. هبدا بقى احط له المحلول اللي انا هعمله بيه. انا هنا حاطه بنجرايه
حاطه بنجرايه اهي مقشراها ومقطعاها على 4. دي حطها في ميه بقالها حوالي مثلا ساعه ولا حاجه، فخليت لي الميه حمرا زي ما انا شايفه كده. ماشي، فانا هاخد نص البنجرايه دي احطها كده على الوش بتاعه، وابدا احط بقى الميه. تمام، نص كميه الميه اللي معايا عشان انا هعمل برطمان تاني. وبعدين ده الملح بقى اللي معايا، انا حاطه هنا كام كوبايه؟ دول 9، فهبدا احط لهم هنا 4.5 بس ملح، لان انا اصلا حاطه ملح في الايه، في اللفت. كده انا عملت البرطمان التاني، حطيت هنا نص بنجرايه وهنا نص بنجرايه، وهنا حوالي كوبايه ميه من اللي فيها البنجر، وهنا كوبايه زيها. ماشي، انا بس من ميه البنجر ما كنتش حاطه لها ملح، فهضطر ازود معلقه ملح زياده في الميه للكوبايتين اللي انا حطاهم ايه هنا. احنا قلنا هنا في الميه انا بحط نص مقدار الملح بس، لان انا حاطه ملح من الاول في اللفت، مش حاطه خل. طبعا انا مش عاوزه فيه خل، لان انا مش عايزاه يتهرى بسرعه، عايزاه يستوي على مهله. لو انت مستعجله قوي عليه ممكن تحطي له خل. هكمل كده بالميه، الميه دي فيها سكر وفيها ملح وما فيهاش حاجه تانية. هكمله بالميه. اللفت دوت ان شاء الله اسبوع وتاكلي منه، والفلفل برده اسبوع. الفلفل اسبوع لان انا حاطه له خل، لو مش حاطه له خل الفلفل هيطول عن الاسبوع. تمام، انا هحط بقى الاسترتش واغطيه واوريه لكم. كده البرطمانات اهي بتاعتنا بعد ما خلصت. ده الفلفل اللي هو المتقطع، وفي الجزر تحت اهو، وفي الليمون، وفي النص حطينا الثوم واللورا والكرفس، وهنا الاثنين دول اللي هو اللفت. اللي حتى هناخد بالنا ان اللون بدا يحمر شويه، البنجر بدا ينزل ميته شويه معانا، هو لسه ما لحقش. هنا الفلفل السليم، حاطه انا هنا فلفل الطويل زي ما وريت لكم الاحمر كده، وشرايح الليمون حواليه. تمام، ان شاء الله اسبوع كده، ولما افتح عليه هوريه لكم برده. ماشي، يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب. سلام عليكم.